السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة هند ريان. اليوم غادي نحضر معكم جوج نواع ديال الحلوى غير بعجينه وحده كتعطيني كميه كبيره. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير. وفي المكونات عندي جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال سكر سنيده بنفس العبار، عندي مارغرين 250 غرام، جوج بيضات، خماره بوزن 15 غرام، وفاني بوزن 8 غرام، وعندي هنا علبه ديال الياغورت. ديروا النكهه اللي بغيتو. انا هنايا استعملت ديال الخوخ. اول حاجه غادي نضرب هذيك الزبده مع السنيده مزيان حتى تذوب ليا مزيان. تقدروا تستعملوا الضراب الكهربائي، انا كيعجبني الحلوى البلديه نخدمها في القصريه. غادي نزيد الزيت وغادي نبقى نضرب فيها حتى تذوب ليا الزبده مع السكر سنيده وينسجم ليا الخليط. بعد ما خلطت غادي نزيد جوج بيضات، وغادي نزيد ساشي ديال الفاني. تقدروا ديروا قشور ديال البرتقال او زهرة البرتقال، تقدروا ديروا قشور ديال الحامض، لكم الاختيار. غادي ندير العلبه ديال الياغورت، وغندير واحد الرشه ديال الملحه باش كيجينا الذوق مقاد. وغادي نخلط وغادي نضرب هادشي مزيان. وغادي نبدا نضيف الدقيق ديالي بالتدريج. هنا استعملت الفورس نوعيه مزيانه ديال الحلوى. وغادي نضيف الخماره، وغادي نبقى نجمع في العجينه بالتدريج. غادي نبقى نزيد في الدقيق ونجمع حتى تنحصل على واحد العجين اللي تتكون رطبه وتتكون العجينه جامعه راسها.
غادي نبقى نزيد في الدقيق كما قلت لكم، غادي نبقى نزيد بالتدريج حتى نحصل على واحد العجين اللي تتكون مجموعه، وكتجي واحد الحلوه رائعه، كتجي رطبه بزاف وهشيشه كتذوب في الفم. العجينه ديالها كتجي سحريه. هذه هي العجينه ديالي بعد ما جمعتها كما كتشوفوا ولات مجموعه وكتجي رطبه بزاف. كما قلت لكم غادي نقسمها انا على جوج، غادي نشكل على جوج الانواع، تقدروا تقسموها حتى على 4 وديروا الشكل اللي بغيتو. اول جزء غادي نطلقوا بالمدلك وسط السلوفان ولا وسط اي حاجه بغيتو. هنا غادي نشكل الشكل ديال الهلال او المشعكه كما كنقولوا ليها. ما كنرقوهاش بزاف وما كنخليهاش غليظه بزاف باش كتجيني مقاده. حاولوا تقادوها كامله، ما تخافوش من الجوانب، غير قادوها تكون طبقه واحده. بعد ما طلقتها غادي نشد فرشيطه وغادي نبقى نجر من الفوق لتحت، وغادي نعاكس عاوتاني من تحت للفوق. انا هنايا غادي نستعمل الكاس باش نشكل هذاك الشكل ديال الهلال. تقدروا تستعملوا اي طابع عندكم. كما كتشوفوا كتجي عجينه رطبه بزاف. غادي نهزها وغادي نبقى نخدم بنفس الطريقه، وغادي نحطها طاول غادي ندخلها للفران. ملي كنديروا ديك البلاستيك لتحت كتساعدنا بزاف باش نهزوا العجينه بلا ما تهرس لينا، بلا ما تشتت، بلا والو، حيت مع العجينه تكون رطبه بزاف كتجينا سهله في الهزه. وغادي نكمل كل شيء بنفس الطريقه. ودابا غادي ندخل الطاوه ديالي للفران على 150 درجه. الفران شاعل من الفوق ولتحت، وغادي ندوز نكمل الشكل الثاني اللي العجينه ديالو تنكون غطيتها بواحد البلاستيكه باش ما تنشفش ليا مع الجو شويه بارد. هذا الشكل الثاني غنديرو شكل عادي، غادي نكورها، تقدروا ديروا كورات كبار ولا صغار، وغادي ندير لها واحد الثقب الوسط. غادي نعمرو من بعد يا بالكوفيتير يا بالشكلاط، وغادي نفندها في الكوك، ولا تقدروا ديروها كامله الحلوه كامله تشدوها تفندوها في الكوفيتير وديروا عليها الكوك، ولا ديروا عليها فيرنيسال ولا الكاوكاو ولا اللوز، لكم الاختيار. الشكل كيجي عادي، وتقدروا تزينوه كما بغيتي. الا درتو الكوفيتير تعطيكم داك المذاق ديال الكوفيتير، ولا درتو الشكلاط تعطيكم المذاق ديال الشكلاط. اي مذاق درتوه تيمشي مع الحلوى تيجي زوين. وغنكمل هاد العجينه ديالي كامله بنفس الطريقه، وغندخلها هي الفران اللي شاعل من الفوق والتحت على 150 درجه.
هذه هي الطاوه ديالي غادي ندخلها للفران. وهذه هي بعد ما خرجتها من الفران فندتها في الكوك ودرت ليها الكوفيتير من الوسط. وهذه الشكل الثاني، الشكل الاول خليته عادي، النص خليته عادي والنص زوقته شويه بالشوكولاط. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلايك واشتراك القناه، وشكرا على المشاهده.